الشركه كلمته تاني وقالوا ان مدير الشركه بالصدفه عنده شغل قريب من سوفت بانك وممكن يجي ويقابله، واتضح بعد كده ان رئيس الشركه هو اللي رتب الرحله مخصوص عشان يقابل ماسايوشي. ماسايوشي قال لهم اول لما تقابلوا لو عايزين تبقوا اكبر بائع برامج كمبيوتر في اليابان فلازم تتعاملوا مع افضل موزع برامج، والشخص ده هو انا. مدير الشركه طبعا انبهر بيه جدا ووافق على شغل معاه، لكن في الوقت ده ماسايوشي ما كانش معاه اي سيوله وقتها يبدا بيها، فراح للبنك وطلب منهم قرض بقيمه 750 الف دولار، بالرغم من ان ما كانش معاه وقتها اي ضمانات، الا ان مدير البنك بعد ما قعد معاه وافق على انه يديله القرض على ضمانته الشخصيه، لانه عرف ان فعلا الشخص ده هيقدر فعلا يرجع الاستثمار، وفعلا اشتغل بالفلوس دي. وسوفت بانك بدا يعمل صفقات مع التجار وشركات البرمجيات، وفي سنه واحده بس الايرادات زادت من 10000 دولار لاكثر من 2 مليون دولار. ومن بعدها بدأ ماسايوشي يشتري حصص في أي شركة لها علاقة بالتكنولوجيا، شركات أجهزة ذاكرة، شركات أقمار صناعية، ألعاب، أجهزة إلكترونية.